مرحبا بكم متابعينا في قناة فاني تي في. اليوم جبت لكم وصفة بنينة تقليدية اللي هي وصفة الخبز المبسس بطريقة كافية. باش تستحقوا المكونات 750 جرام سميد متوسط، زيت باش نلمو بيه، مغرفة ملح، باش نستحقوا زيادة مقدار صحفة سكر اللي يحب يزيد ينقص على راحتكم، وماء باش نلمو بيه. أول حاجة باش نزيدوها السميد اللي هي السكر، غرفة ملح مش معبية برشا. شوية حتى لين يولي مزيج متجانس. باش نعمل خليط ونبسس الخليط. هكايا وصلنا للنتيجة المثالية. هلا كملوا بس هكايا. توا باش نضيفوا الماء ونلموها. بشوية بشوية حتى لين تتلم. وكيما تشوفوا وقت اللي نوصل النتيجة هذه نكتفيو، ما عادش نزيدو الماء. فوالا ونخليوه يرتاح مدة ساعة ونرجعوا لكم نوصلوا على طريقة التحضير. حضرت البات نتاعنا بعد ما ارتاحت، عجناها شوية، خدمناها شوية، ولات سوبل وتمشي معانا طبعا في الخدمة. توا باش نقسموها على 2 وباش نحلوها بالقلقال. فوالا باش ناخذ السكينة وباش نستويوها ساعة على حراف مشيرات 4. ونقصها مربعات مستويين بالطريقة هذه. وتوا باش نحطوهم على النار. حطيناهم يطيبوا على النار، نستناهم يطيبوا، ما ناخذوهمش برشا مرة بركة على خاطر يتفتولنا. ونرجعوا لكم بعد ما يطيبوا. اي فوالا كعبات الخبز المبسس تاعنا حضروا، ريحه نودكم ونتشهيكم. نقول لكم جربوهم، متنساوش تحطوا الاشتراك وصحه وبالشفاء ليكم.